أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: تحذيرات من تأثيرات غير متوقعة. عواصف مغناطيسية تضرب الأرض غدا. موجة طقس غير تقليدية حذر منها معهد روسي متخصص في الفلك، قال إن عواصف مغناطيسية ستضرب كوكب الأرض غدا الأربعاء نتيجة نشاط شمسي ملحوظ رصد خلال الأيام الماضية. وكانت المراصد التقطت وميضا قويا على سطح الشمس بقوة M4.3 يوم الاثنين، ما أدى إلى توقع حدوث عواصف مغناطيسية من المستوى G1 إلى G2 بحسب ما أعلنه معهد أبحاث الفضاء والأكاديمية الروسية للعلوم. ومن المتوقع أن تبدأ هذه العواصف في الساعات الأولى من يوم 16 أبريل. رغم أن هذه العواصف ليست من النوع الذي يثير الرعب، إلا أنها قد تسبب بعض التقلبات الطفيفة في شبكات الطاقة، وتؤثر بدرجة بسيطة على الأقمار الاصطناعية. أما المكافأة البصرية لمحبي الظواهر النادرة، فربما يمكن رؤية الشفق القطبي في بعض المناطق الشمالية من العالم. ووفق التقارير موقع The Watchers، أشار المعهد أيضا إلى أن النشاط الشمسي لا يزال في مستويات معتدلة، مع احتمال حدوث توهجات إضافية. أما العلماء فمستمرون في مراقبة تدفق الإلكترونات والبروتونات في المدار الأرضي، والتي وصلت إلى مستويات ملحوظة خلال 42 ساعات الماضية. وكتبت خبيرة الطقس الفضائي تاميثا سكوف على منصة إكس: يبدو أن هذه العواصف الشمسية تتحرك ببطء، لكنها قوية. الاصطدام قد يحدث في أواخر يوم 15 أو مع بداية 16 أبريل. ترقبوا المفاجآت. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.